ما تيجوا في الفيديو ده نعرف الشباب دول عندهم ايه، اللي هم ورا مستشفى الجلاء، فاكرينهم؟ احمد عميري واحمد مجدي. تعالى اوريكم الكنوز اللي عندهم. شوية حاجات. كنت النهاردة الجمعة كنت في الوكالة. بجد بجد الشباب دول ربنا يبارك لهم، لاني بيتقوا الله جدا في الاسعار. وعشان كده انا بيعجبني جدا الشاب المكافح ده، اللي هو ما بيغليش على الناس، اللي هو بيحط السعر المناسب للحاجة. وعلشان كده تلاقوني كام واحد كده بس في الوكالة، ممكن يكونوا 10 بالكتير، اللي انا دايما بلف واصور عندهم تاني. ليه؟ اسعارهم مميزة، حاجتهم حلوة زي ما انتم شايفين كده. كان عندهم اسعار متفرقة. دي العبايات اللي انا عملت لكم الفيديو اللي فات بيهم لوحدهم، لانهم فيهم عبايات ودريسات، وكانوا عاملين 100 جنيه. تمام. فيهم حاجات شتوي كتير، فيهم دريسات، ده حتى فيهم سواريهات والله. حاجات كله كان ب100 جنيه. وهنا كان ده 85 جنيه الكوليكشن ده. شايفين؟ ده سويت شيرت اللي هو فرو. وعندهم مجموعة سويت شيرتات برضو حلوة قوي. بس انا زي ما بقول لكم، انا النهاردة كان الجمعة، فكان صعب جدا ان اصور. كل شوية افصل الفيديو مش هبدأ من الاول وجديد، يعني افصل الفيديو، اوقف الفيديو كده بسيط وارجع له تاني. بصوا ده حاجة كده زي الشميز، تحفة، رقيق جدا وقد ايه شيك وماركة كمان. ففعلا فعلا الكوليكشن النهارده كله كان جميل، وكانت الحاجات فيه بتتكلم. احمد عمري واحمد مجدي دول انا بصور عندهم على طول. طب هما فين دول؟ في الوكاله. في الوكاله فين؟ ورا مستشفى الجلاء. وفي الاخر، في اخر الفيديو كده او في نص الفيديو، بجيب لك الكاميرا على ظهر مستشفى الجلاء، علشان تشوفي انا واقفه فين بالظبط. الوش ده اللي انا اللي قدامي ده شركه الكهرباء. تمام. والناحيه اللي هناك دي، اللي في وشي الناحيه التانية كده، دي شركة مصر للاستيراد والتصدير. برضو هجيب الكاميرا عندها علشان تشوفوا انا واقفة في اي اتجاه بالظبط. بس قبل ما ندخل في الغميق، نعمل ايه يا بنات؟ نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، ونصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي كمان هخلي الشباب يعملوا لكم لايك، بيصبحوا عليكم. يعني انا كان اهو احمد مجدي اهو خليته عمل لايك بيصبح عليكم صباح الجمعه كده. وادي احمد عميري اهو بيصبح عليكم، علشان لما تروحوا هناك تشوفوهم شكلا كمان تعرفوهم. فاهميني؟ ودلوقتي هجيب الكاميرا عند شركة الكهرباء، وعند قصدي شركة مصر للاستيراد والتصدير، عشان لما تلفوا كده ورا مستشفى الجلاء. احنا عايزين نعرف الشباب دول فين. ده ورا مستشفى الجلاء في يعني شباب كتير قوي فرشين. بجد بجد انا بوصلكم للاماكن اللي توفروا منها فعلا. بصوا ده هنا كان الكوليكشن البنطلونات ده عامل 25 جنيه بس، متخيلين؟ طلعي بقى بنطلون جينز، طلعي بنطلون ليجن، طلعي بنطلون خروج زي الحته المخطط اللي انا كنت حاطه ايدي عليه ده، لونه جملي كده. بصوا انتوا بنفسكم واحكموا. بصوا حته زي دي شكلها حلو قوي قوي والله. وكان ب25 جنيه بس. وهنا كان الكوليكشن ده كله عامل 40 جنيه. سويت شيرتات، والناحية التانية بلوفرات، كل ده 40 جنيه بس والله العظيم. تخيلوا، حاجات H&M، زارا، مش عارفة ايه، يعني عارفين ماركات حلوة حلوة يعني. ففعلا اتمنى من كل قلبي تستفيدوا من الحاجات دي عند الشباب دول مكافحين جدا. واحنا بنشجع قوي الشاب المكافح. انا ما بشجعش الشاب اللي بيقعد ويفضل يقول لك طب انا اعمل ايه، طب انا هروح فين، طب انا هاجي منين. لا حقيقة انا بشجع الشباب دي وبحيي الشباب دي من قلبي. الشباب المكافح اللي بيقف بال12 ساعة على رجله، علشان ممكن يكون يبيع في ال12 ساعة دول 20 قطعة ولا حاجة. فاهميني؟ فده كده اسمه كفاح الحياة. وانا من الناس اللي بشجع قوي الكفاح ده. تمام تمام. طب لو انت بقى اول مرة بتشوفي قناتي ولسه ما تعرفيش قناتي ولا تعرفيني، انا شيرين كمال، اعوذ بالله من كلمة انا، معاكي شيرين كمال. ودي قناة واحدة من قنواتي. انا عاملة 3 قنوات نفس المحتوى. ايه هو المحتوى ده؟ طبعا رفينا عليكي. انا هقولك. المحتوى بتاعي عبارة عن ملابس الوكالة، وكل ما يخص الوكالة من خبايا وأسرار هتلاقيها عندي في ال3 قنوات. بعرفلك أولا بعرفك على الطريق. تمام. بشرح لك الطريق، وعاملة فيديوهات كتير شرح الطريق. بعرفك
ايه الاماكن اللي هي ارخص اماكن في الوكالة، ارخص اماكن في الوكالة. تمام تمام. ومش بس كده، بسيب لك ارقام الشباب تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. شفتي السويت شيرت وجماله الاخضر ده؟ 40 جنيه بس. شفتي بقى ان انا يعني بصي بتنطط وبجري من هنا لهنا لغاية ما اجيبلك ارخص سعر في الوكالة. اقسم بالله بفضل الف لغاية ما احس بدوخة واقع. بحس اني حرفيا هقع من اللف يعني. ممكن الف على 10 اماكن ما يعجبنيش ولا اسعارهم ولا موديلاتهم ولا حاجتهم، والاقي السعر اللي حاطينه ما يستاهلش السعر ده خالص على الكوليكشن ده. والله العظيم اروح ماشيه وسايبه، وهكذا اسيب ده واسيب ده واسيب ده لغايه ما اثبت على حد اقدر فعلا اقدمهولك تدعيلي دعوه لو رحتيله. فهماني؟ بس كده. علشان ما تروحيش لحد، ما تروحيش الوكالة مثلا وتلفي عشوائي. ممكن يكون الشارع اللي جنبك يعني ممكن تشتري من الستاند ده حاجة ب150 جنيه، والشارع اللي جنبه ممكن يكون في حد سعره حنين زي ده ب50 وب60 وب65. الكوليكشن اللي قدامنا ده كان ب40، متخيلة؟ البنطلونات دي كانت ب25، متخيلة؟ وتقدري تطلعي منها جينز وتقدري تطلعي منها شروال. وممكن قوي حتة زي دي، بصوا الحتة دي برمودا تحفة وب40 جنيه بس. قصدي ب25 جنيه بس، سوري، يعني البنطلونات كانت ب25 جنيه بس. فلا، بجد بجد ليه احنا كلنا ما نسعاش ونعمل كده؟ ليه نجري على الغالي؟ ليه؟ انا بجيب لك اهو الاسعار الحلوة اللي تناسب جميع الفئات. ومش بس كده، ده عنده شغل اطفال تحفة تحفة يا بنات. كان عنده كوليكشن ب25، وكان عنده كوليكشن جواكت اطفال تحفة ب100 جنيه بس. متخيلين؟ طب في ايه بقى تاني اكتر من كده؟ مفيش غير حاجة واحدة بس. حضرتك لسه كل ده ما عملتيش لايك؟ اعملي لي لايك فضلا منك وليس امرا، علشان الفيديو بتاعي يتحرك شوية، وعلشان قنواتي نفسها تتحرك كده. شيري لي الفيديوهات بتاعتي دي مع اصحابك واخواتك علشان الكل يستفيد، ونوصل الفكرة دي لمصر كلها. عايزين مصر كلها تبطل تشتري الحاجات الغالية اللي ما تستاهلش، اللي ما تستاهلش اي 3 4 5 6 لازمة يعني. ما تستاهلش، ما تستاهلش. ما تستاهلش اي حاجة خالص. انا مهنجة عشان صاحية من الساعة 5، فاعذروني جدا على الكلام اللي عمال يقع مني، سامحوني بقى. طبعا انا كل فيديو بخص وبشكر من قلبي كل اللي بيعلق بتعليقات حلوة. يا رب بحق يوم الجمعة، يا رب يفتحها عليكم جميعا يا رب. يا رب تنولوا كل اللي تتمنوه بإذن الله، ويبارك لكم في أولادكم وفي صحتكم وعافيتكم. كل اللي بيسيب لي كلمة حلوة، انتوا ناس زي العسل، انتوا ناس محترمين وعلى راسي من فوق والله. كلكم اخواتي واصحابي وامهاتي وكل حاجة، والله كل حاجة. تمام تمام. فلو عجبك بقى كل الفكرة وعايزة تتضمي للعيلة الجميلة دي، احنا عيلتنا ان شاء الله قريب قوي هتكبر قوي قوي قوي، وهنحقق المليون مع بعض قوي قوي بإذن الله طبعا. انضمي بقى لعيلتنا كده عشان تبقي عضوة من أعضاء العيلة الجميلة دي. كلنا بنحب بعض، كلنا مترابطين، كلنا متفاهمين، الحمد لله الحمد لله يا رب. في محبة بيني وبين المتابعين جدا جدا. طبعا دي مش حاجة سهلة. الموضوع ده بيبقى يعني صعب جدا. مش الموضوع ده اسمه الكاريزما. الكاريزما دي اللي هي المحبة اللي بتحبب الناس فيكي كده لله في لله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لكم جميعا. وانا بخص ناس برضو بتدعي لي كل فيديو. ام حماده، ربنا يبارك لك يا ام حماده يا رب، ويخلي لك محمد، ويا رب يا رب يطلع من اوائل الثانويه العامه السنه دي يا ام حماده. وكمان كانت معايا ام مليكه برضو دعت لي دعوة حلوة قوي الفيديو اللي فات، وقالت لي يا رب يا شيرين ما يسيبكيش مكروه. يعني ربنا يبارك لها على الكلام اللي قالته. يا رب يا ام مليكة، احنا واياكم يا حبيبتي. انا بحبك جدا يا ام مليكة، لان انتي وام حمادة على طول ملازميني بالدعاء. فعلا انتوا يعني اخواتي الكبار او اخواتي الصغيرين او امهاتي. انا مش عارفة سنكم بالظبط، بس عامة انا بحبكم في الله والله العظيم. وكمان الحاجة زينب، ربنا يبارك لك يا حاجة زينب يا قمر. ربنا يا رب يكفيكوا جميعا شر المرض، ويخليكوا ليا يا رب، ونفضل مع بعض كده اخوة على طول بإذن الله.
وعمرنا ابدا ابدا ما هنفترق طول ما احنا مع بعض على اليوتيوب باذن الله. زي ما انتوا شفتوا، بس انا خلوا بالكوا اعذروني جدا جدا، انا والله حتة ان انا اصور على طول ورا بعض مش عارفة، لان في ناس ورايا وناس قدامي، يعني انا اللي ما بجيبش حد على فكرة في الفيديو، لكن حرفيا النهاردة كان الزحام شديد ورخم قوي. فعلا فعلا ربنا يا رب يجعل تعبنا ده في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. الموضوع مش سهل خالص يا بنات والله. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم. طبعا هسيب لكم رقم احمد عميري تحت الفيديو، واحمد مجدي كمان تحت الفيديو في اول تعليق مثبت عشان توصلوا له على طول. احنا ورا مستشفى الجلاء يا بنات، زي ما قلت لكم، كلموه وانتوا بتلفوا من ورا المستشفى، قولوا له انت واقف فين، هيقول لكم تعالوا انا في الحته الفلانيه، هتوصلوا له على طول باذن الله. ما تنسونيش يا بنات شيروا فيديوهاتي عشان فيديوهاتي تتحرك شويه بالله عليكم، وما تنسوش اللايك عشان اختكم شيرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.